السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل بقى النهارده مع بعض كده شويه بسكوت كده مع الشاي مع نسكافيه في لانش بوكس، حاجه كده في السريع. مكوناتها سهله وبسيطه جدا. معايا كوبايه من السكر، انا عملت سكر بودر عشان ما استخدمتش الخلاط. ممكن تستخدمي سكر حبيبات مفيش مشكله لو هتستخدمي الخلاط. هخلطه بقى مع بيضتين ونص كوبايه من الزيت، هضربهم كويس يمتزجوا. انا مش محتاجه ادوب السكر لانه هو فعلا خلاص دايب، بس يعني يمتزجوا كويس مع بعض. وبعد كده بقى هنزل بالمواد السائله الصلبه بتاعتي، المواد الصلبه بتاعتي بقى عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعليهم رشه من الملح، وطبعا الفانيليا علشان البيض. هقلب بقى كده، انا بس يعني عايزه كل حاجه تمتزج، يهلم العجين كده، لكن مش هعجن البسكوت، مش بيتعجن. انا بس هلم كل حاجه، ولما تعوز دي عادي مش مشكله نديلها دقيق. هفرد بقى العجين بتاعي كده، وهبتدي ان انا اشكله باي اشكال موجوده عندي، اي قطاعات متوفره دلوقتي. حتى لو ما عندناش قطاعات، احنا عملنا قبل كده البسكوت بغطا الازازه، عملنا بالسكينه، عملناه بالشوكه، عملناه باشكال كتير جدا، يعني ممكن نتصرف لو مفيش قطاع مفيش مشكله خالص. انا قسمت العجين بتاعي، عملت جزء ابيض عادي فانيليا، وجزء تاني ضفت عليه معلقتين من الكاكاو، عليهم كده معلقه زيت عشان ما ينشفش، وعملت جزء كده بالكاكاو. شايفين بقى ده الشكل النهائي بعد ما حطيناهم في الصينيه اللي هتدخل الفرن. ودهنت الوش ببيضه، وبالشوكه كده ابتدي اعمل خطوط في البسكوت تديله شكل لذيذ. ودخلناه بقى الفرن. اهم حاجه ان الجزء اللي بالكاكاو احط معاه بسكوت ابيض عشان اقدر اعرف سواه واللون اللي هياخده المظبوط. بعد بقى ما خرج، انا حبيت ان انا اضم كده بسكوتين واحشي ما بينهم بالشوكولاته، شوكولاتة مطبخ خام عادية طبعا، دوبناها على حمام بخار وحمام مية، وحشيت كده البسكوتين مع بعض. ممكن استخدم كراميل، ممكن استخدم كريمة مع البسكوت اللي بالكاكاو، ممكن اسيب وحدات عادي من غير ما احشيهم عادي، مفيش اي مشكلة خالص زي ما تحبي. بس حبيت ان انا يعني نغير المرة دي كده الشكل شوية، وحاجة لذيذة الولاد هيحبوها، يعني كأنك بتعملي لهم اوريو ولا حاجة. احنا طبعا في مقاطعة بقى وما فيش اوريو، فايه نعمل لهم احنا حاجة من مطبخنا كده سريعة واقتصادية. ده الشكل بقى النهائي دلوقتي بعد ما البسكوت خرج من الفرن، وشايفين واخد لون ذهبي وحلو ازاي. البسكوت مقرمش، طعمه حلو واقتصادي. استخدمنا زيت وما استخدمناش زبدة ولا اي حاجة. ممكن تستخدمي زبدة برضو لو حابة، مفيش مشكلة خالص. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي رأيكم فيها، ولو طبقتوها قولوا لي طلعت معاكم عاملة ازاي. واشوفكم فيديو جديد على خير من أكلة ماما. سلام.